كاين فهمتيني، في كلتا الحالتين راه الالم كاين، سواء كنتي كدير داكشي اللي خصك دير او لا، سواء ما كنتيش كدير داكشي اللي خصك دير وعارف انه راه خصك دير هذاك الشيء ولكن انت ما كديرش. هنا في جميع الحالات ولا في الحالتين بجوج كتحس بواحد الالم وبواحد كما تنقولوا عدم الارتياح او الديسكمفورت، وديما ما مرتاحش. اللهم الالم ديال الخدمه اللي غتعطيك نتيجه، ولا الالم ديال الندم اللي ما كيعطيش نتيجه، كتبقى فقط عايش في واحد الالم اللي مستمر ديالو. هذا اصعب الم، ديال انك انت عارف راسك شنو خصك دير ولكن ما كديروش، عارف راسك انك ما خصكش تسكرولي وكتسكرولي، عارف راسك انك خصك تمشي تقرا ولكن ما كتقراش، عارف راسك انك خصك تمشي لاصال ولكن ما كتمشيش لاصال، عارف راسك انك ما خصكش تاكل مثلا واحد النوع ديال الماكله ولكن كتمشي تاكلها، عارف راسك خصك تمشي طيب مثلا راسك وتقاد شي حاجه في الدار ولكن ما كتمشيش ديرها، عارف راسك مثلا ما خصكش تمشي تهضر مع هذيك خيتنا وتضيع معاها الوقت ديالك ولكن كتمشي تضيع معاها الوقت ديالك. وهذا الشيء ملي كديرو كيعطيك واحد الالم اللي هو خايب بزاف. علاش؟ حيت انت واعي انك ما خصكش دير واحد الحاجه وكان رغم ذلك كديرها. ولكن الا مشيتي لاصال غتحس بالالم، الا حبستي الهضره مع ديك خيتنا ولا مع ديك البنت ولا مع ديك السيد اللي انت او اللي انت عارفه راسك معاه ولا عارف راسك ما خصكش تهضر معاه وكيضيع عليك وقتك، فيه الم حيت ولفتي تهضر معاه. الا ما كتسكروليش كاين الم حيت دماغك ولا مخرب. الا مشيتي طيب في الدار ولا تمشي توجد شي حاجه لراسك كاين الالم. الا نعستي بكري وفقتي بكري كاين الالم. الا خدمتي وتكونسونطريتي 4 5 ديال السوايع على واحد الحاجه كاين الم. الا مشيتي تقاد تقرا وتراجع وتوجد راسك الفروض ديالك والمسائل ديال القرايه ديالك كاين الم. ولكن على الاقل هذا الالم هذا عنده نتيجه معينه وعنده نتيجه ايجابيه. دونك اختار ما بين جوج ديال الالمين، واش الالم اللي عنده نتيجه ولا الالم اللي كيخليك فقط في واحد الدوامه اللي لا تنتهي. تحياتي.